السلام عليكم ورحمة الله. بغيت نشارك معكم دجاج متبل واحد التتبيله اللي تتجي اكثر من رائعه بحال ديال المطاعم، غيعجبكم. طيب زبده في الفران ورافقته مع واحد الارز تيجي حتى هو اكثر من رائع، كنتمنى تجربوهم ويعجبكم. وسلطه اللي خفيفه ومنعشه. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ولا عجبكم ما تنسونيش من الدعم والاشتراك وكتابه التعليق فضلا وليس امرا. وباش تكبر العائله ديالنا ان شاء الله، بقاو مع المقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كما تشوفوا معايا هنايا عندي واحد نص دجاجه، ممكن ديروا غير فخيط ولا جنيوحات على حسب المستطاع. بالنسبه للدجاج ضروري يكون بايت باش يجينا بنين وفتي، ما ديروش ديال نهارو تيجي قاصح. درت فيه دوك الفلحات بالموس كما تشوفوا. وهنايا خديت واحد البصله اللي متوسطه وحكيتها في الحكاكه الرقيقه، وضفت عليها واحد المعلقه كبيره ديال مطيشه الحك كما شفتوا معايا، وغنضيف عليها واحد المعلقه صغيره ديال صلصه الصوجا. بالنسبه لصلصه الصوجا هذه عندي خفيفه، ونص معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، وراس معلقه صغيره ديال الابزار، ومعلقه صغيره نص ديالها ديال التحميره. بالنسبه لهاد التحميره عندي الفلفله حمراء مطحونه، وغنضيف عليها الملحه. ما تكثروش الملحه حيت الصلصه مالحه اللي درنا. صافي هنايا درت معلقه صغيره عامره ديال الزعتر حكيته، وغنضيف عليها نص معلقه صغيره ديال بودره الثوم. الا ما عندكمش الثومه حكوها، حكوا واحد 2 سنينات حتى 3 على حسب الكميه اللي عندكم. وهنايا غندير معلقه كبيره عامره ديال العسل على هذا الشكل هذا. ما تستغربوش العسل هو اللي تيعطي داك اللون ذهبي، تيديروه حتى في المطاعم. درت هنايا الهريسه واحد المعلقه كبيره ما عامراش على حسب الذوق، وربع كاس ديال زيت الزيتون، ممكن ديروا زيت المائده. صافي غنشرمل هذيك نص دجاجه، ولا بغيتو ديروا حتى دجاجه كامله ممكن، غير تزيدوا في المقادير. صافي غنتبل هاد نص دجاجه كما شفتوا، غندخلها العطريه في الجوانب وتحت الجلده ديالها باش تجينا بنينه ومشربه ديك الصلصه مزيان. عندي هنايا واحد نص حامضه عندي مجمد، ملي غيطلق غنعصروا عليها باش تجينا فتيه هاد الدجاج ديالنا. صافي هنايا غطيته وخليته على جنب، على الاقل تخلي واحد 4 سوايع حتى 5 سوايع، ولا كنتو زربانين على الاقل ساعه وطيبوه. هنايا فرشت الالومنيوم ودرت عليه الكاغيط ديال الفرن، ودرت عليه داك نص دجاجه من جهه ديال الصدر كما شفتوا، ودرت عليه ثقوب وتقبته بالسفود، وغنسد عليه داك اللي تبقى ديال الصلصه زدته من الفوق. الفران سبق لي وشعلته، وانا الفران تنديرو بدرجه الحراره 180 وتنخليه مشعول من الفوق ومن التحت. بالنسبه للفران انا عندي فران ديال الضو. صافي غنخليه يطيب واحد نص ساعه، ومن بعد غنقلبو. الا لقيتو طاب على هذا الشكل هذا عريو عليه، وبداو تاخذوا من هذا المرق اللي طلق لكم الدجاج، تبقاو تسقيوه من الفوق حتى يتحمر. بالنسبه للارز خديت هنايا واحد الكاسرونه درت فيها الكميه ديال الارز، درت الماء، درت واحد ربع كاس ديال زيت المائده، واحد المزود ديال الحار، معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي والملحه، ودرتو تسلق. هو بعد ما طاب كما تشوفوا تيجي مفرز كل حبه بوحدها. بالنسبه للتتبيله اللي غنرافق معاه خديت هنايا واحد المقله درت فيها معلقه كبيره ديال الزبده، واحد البصله كبيره مشلضه، ومعلقه كبيره ديال راس الحانوت، ونص معلقه صغيره ديال الابزار مع عمراش، والملحه واحد شويه صافي، وشويه ديال زيت المائده. ودرت هذيك البصيله تصهد فوق البوطه. ملي بدات تدبال درت عليها الارز، حركته حتى تشرب هذيك الصلصه. صافي طفيت عليه، تقدموا بالصحه والراحه. بالنسبه للسلطه اللي عندكم في الخضره ديروه. هنايا خديت البطاطا وخيزو سلقتهم وقطعتهم طريفات، ومطيشه حتى هي وحده قطعتها، وخياره قطعتهم طريفات انصاف كما تشوفوا معايا. بالنسبه للتتبيله درت ليهم شويه ديال زيت الزيتون والعصره ديال الحامض والملحه والبزار، ورشيتهم من الفوق. درت شويه ديال المايس، فرشت الخس هو الاول، وزينت بالزيتون. خديت لي الشوق قطعته رقيق، وزدت عليه شويه ديال المايونيز، شيشه ديال البزار والملحه، وخلطته وحطيته في الجوانب. بالنسبه للشلاضه اي نوع ديال الخضر اللي عندكم ممكن تضيفوه. كنتمنى هذا الاقتراح ديال اليوم يعجبكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من الدعم والاشتراك وكتابه التعليق فضلا وليس امرا. ولو كنتوا اول مره تزوروا القناه
ما تنسونيش من التشجيع. جزاكم الله كل خير، رمضان مبارك سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله، في وصفة واحدة أخرى إن شاء الله.